السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل كيكة الرواني زي ما الكتاب ما قال. بصوا، في منتهى الجمال، هشة ولونها فاتح وناعمة وجميلة ومش مفرولة ولا حاجة. وأقول لكم السر اللي هو تبقى متماسكة كده ازاي. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعالوا معايا نبدأ الخطوات. دلوقتي احنا معانا مكونات سائلة ومكونات ناشفة. كوباية سميد بتاع بسبوسة، وكوباية دقيق عادي، وكوباية الا ربع سكر، ومعلقة نشا ودي مهمة جدا، وكوباية الا ربع زيت. تمام. اهم حاجة ان انتي الصينية بتاعتك تدهنيها سمنة قبل ما تعملي اي حاجة. تمام. ومعانا 3 بيضات وكوباية زبادي كبيرة، كوباية زبادي كبيرة على المكونات دي، وطبعا الفانيليا والبيكنج باودر. تمام. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط فيه البيض، وهنحط عليه الفانيليا، معلقة خل. ما تنسوش معلقة الخل. انا هنا نسيت اوريها لكم في الكاميرا. وحطينا كوباية الزبادي، وحطينا كوباية السكر والزيت، وهنضرب الخليط ده كله مع بعضه. وبعد كده هنحط معلقة النشا الكبيرة. تمام. معلقة النشا دي هي السر ان هي تبقى متماسكة مع بعضها، لان السميد بيفرولها شوية. تمام. بعد ما هنخلص المواد السائلة وهنضربهم مع بعض كويس قوي 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 لمدة 10 دقايق لربع ساعة. بعد كده هنجيب بولة هنقلب بقية المكونات مع بعض. بس ما تنسوش حاجة مهمة جدا، ان مفيش حاجة ساقعة في المكونات دي خالص، ولا الزبادي ساقع ولا البيض ساقع. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، انتم محضرين الحرارة بتاعة الفرن من تحت بس لحد ما الحروف كلها تحمر، وبعد كده بتشغلي من فوق على درجة حرارة مظبوطة، يعني من 160 ل 180. زي ما انتم شايفين كده المواد السائلة كلها اتضربت معايا كويس قوي. هتيجي بقى هنحط البيكنج باودر، وهنحط الدقيق او السميد واحدة واحدة، وبعد كده الدقيق واحدة واحدة. على فكرة هي سهلة جدا جدا. خلي بالكم برضو ان انا ما صورتوش، لان كنت مصوراه قبل كده. الشربات بتاعها انا مش بعمله بالمية، انا بعمله بالبرتقان. بتجيب البرتقان وبتعصريه وبتصفيه، تعصريه وتصفيه، اهم حاجة. تمام. تحطي كوبايتين برتقان، كوبايتين وربع برتقان على كوبايتين سكر. اللي شايفة ان السكر كتير تحطي يعني بعد ما تعمل الشربات كده تحط كوباية واحدة بس. انا هي كده بتبقى مظبوطة جدا جدا جدا، لان السميد مش بيضيع السكر بتاع الكيكة. تمام. زي ما انتوا شايفين، في بقى معلقة صغيرة بشر برتقان، البشر اللي من بره بتاع البرتقان بيدي تيست حلو قوي 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 في الاكل. بتبقى فعلا ملهاش حل. يعني يا ريت تجربوها بالطريقة دي، والله مش هتندموا مش هتندموا، في منتهى الجمال. يعني ديت غير اي حاجة بتعملوها. يعني انت لو جربتيها بطريقة تانية، جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعتمديها. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الخليط بتاعي بمنتهى السهولة. بصي سايلة ازاي، هي مش ناشفة ولا حاجة، يعني هتفضل طرية معاكي، قعدت معاكي يوم يومين هتفضل طرية لحد ما تخلص، مش هتنشف منك. بعد ما طلعتها بقى بتجيبي خلة كبيرة كده وتفضلي تخرمي كل الكيكة بتاعتك، تخرميها كلها. على فكرة الشربات بتاعها سخن بارد مش هيفرق خالص. يعني انتي لو نسيتي تعمليه قبل، وممكن تعمليه والكيكة في الفرن عادي وتدلقيه وهو سخن، مش هيحصل اي حاجة. بس اهم حاجة تخرميها كويس وتصبري عليها، لان بتاخد وقت على ما بتشرب. بتاخد وقت على ايه؟ على ما بتشرب. زي ما انتي شايفة بحطها وبسيبها تشرب، وبعد كده برجع تاني احط تاني. فاهمين قصدي؟ يعني مش بتحطي كده وتسيبيها وخلاص، لا بتحطي. يعني انا حاطه كوبايتين، خدت مني كوبايتين شربات، لان هي عاليه، خلي بالكم. وشوفوا بقى الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله، ريحه وطعم وشكل في منتهى الجمال. بتزينيها بالطريقه اللي تعجبك، وبتعمليها في الحجم اللي يعجبك. لو عايزه صينيه اوسع شويه عشان ما تبقاش عاليه قوي، براحتك، كل حاجه في ايدك. بس اهم حاجه ان انتي تعملي المقادير مظبوطه. و... ويا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله. ولسه البرتقال موجود، يا ريت تلحقوا تعملوها وتجربوها وتقولوا لي رايكم. باي باي.